طيب واتفرجت على الحلقة الأولى من دراجون بول دايما واللي كنت مستني نزولها جدا بالإنجلش دب، وقد كان ونزلت امبارح الحلقة الأولى بالإنجلش، واتفرجت أخيرا على الحلقة الأولى من دراجون بول دايما. أنا لسه في أحداث كتير معرفهاش ولسه معرفش القصة واخدانا على فين، ويمكن انتوا اللي بتتفرجوا على الفيديو ده عارفين حتى أحداث القصة أكتر مني. طبعا دي كان آخر حاجة كتبها تورياما قبل ما يموت، وأنا بالنسبة لي أقدر أقول إن تورياما عبقري في صناعة العوالم، ويمكن حتى شفت ان ده في الانمي المنفصل اللي كان منزله اللي هو ساند لاند. لكن اقدر اقول ان دراجون بول دايما بيرفكتد الفورميلا بتاعه تورياما في صناعة العوالم بتفاصيله. عالم تحس نفسك دايما نفسك تبقى جزء منه وجزء من الحياة الافري داي لايف بتاعته. طبعا ما اقدرش اقول ان حطيت ايدي على كل القصة، يمكن يكون فيكم ناس حتى سابقني في الاحداث لانهم بيتفرجوا مثلا بالياباني وانا لسه اول حلقة اشوفها، لكن اللي شفته لحد دلوقتي لذيذ جدا. قصة جوما اللي اخيرا بقى ملك الشياطين بعد دابورا وبعد بابيدي وبعد ماجين بو، والليلة دي كلها فكرة انك تكتشف ان برضو الديمون ريلم في ساتس اوف دراجون بولز، وان في ناميكيانز، وان الناميكيانز اصلهم من عالم الشياطين والديمون ريلم. وشفنا كمان ان السوبريم كاي بتاعنا ليه اخ من عالم الشياطين. كانت معلومات لطيفة عرفناها عن العالم الكبير بتاع دراجون بول. وطبعا خدنا على مدار الحلقة مشاهد للشخصيات بتاعتنا وهم كبار، وشوية فايتنج وسبارنج كده ما بين جوكو وفيجيتا، والانيميشن كان خرافي والرسم كان ممتاز جدا، يمكن بالنسبه لي التاني احسن رسم لدراجون بول بعد فيلم سوبر هيرو. فببساطه كانت حلقه ممتازه جدا وقدرت تفرش جوايا حماس تجاه الانمي ده واحداثه المستقبليه على مدار الحلقات الجايه. والسؤال هنا، هل ده افضل رسم في تاريخ دراجون بول؟